اليوم تم واحد تدريب جهوي لرياضه البنكراس، استعدادا للبطوله الجهويه ديال كل عصبه وكل جهه. وحاولنا في هذا التدريب هذا نحاول اثرنا الاطفال والشباب باش نعطيهم واحد النبذه على رياضه البنكراس من ناحيه القوانين ديالها ومن ناحيه الستيل كيفاش كتلعب، لان فهي رياضه راها معروفه وغنيه عن التعريف، مؤلفه من رياضه سترايكينغ ما يتعلق بالكيك بوكسينغ والملاكمه، وكذلك فيما يتعلق دمج ذلك مع المصارعه فهي رياضه غنيه عن التعريف. والحمد لله تم بفضل الله هذا التدريب اللي هو داز في واحد كذلك في يعني المغرب ولله الحمد غادي بواحد تميز بواحد النجاح في الرياضه، لا سواء على جميع المستويات الفنيه، سواء من ناحيه كما لاحظنا بالمنتخب الوطني والفوز ديالو في المونديال، وكما كنلاحظوا رياضات كثيره في المغرب اللي هي تميزات وتفوقات. وتنتمناو ان شاء الله هذه الرياضه غادي تعم في اوساط الشباب، لان رياضه الان اصبحت مشهوره في العالم، لا سواء رياضه البنكراس او المشتقات ديالها من ناحيه يعني MMA او كذا او تنتمناو ان شاء الله من هنا القادم تزيد تطور هذه الرياضه اكثر فاكثر، ويتنظموا تداريب وتعم في جميع الجمعيات. الجمعيه المغربيه لبنكراس تنظم تحت لواء الجامعه الملكيه المغربيه للجودو تدريب استعدادات للبطوله الجهويه والوطنيه ولما لا الدوليه. الجمعيه المغربيه لفنون البنكراس وهي لجنه وطنيه تحت اشراف الجامعه الملكيه المغربيه للجودو وفنون الحرب وما شابهها. اللي ستاج كان في منتهى الروعه، ستاج زوين اشرف عليه الاستاذ بناني. المهم استفدنا بزاف ديال الحوايج في رياضه البنكراس جهوي الاستعداد للبطوله الجهويه لفنون القتال البنكراس. وشكرا الاساتذه للحصه التدريبيه للبطوله الجهويه، وتعرفنا على بزاف الاساتذه جداد وتعرفنا على تدريبات، وكانت حصه جيده وفي متناول المستوى.